الكوفية نقرأ: في يوم من أيام الشتاء الباردة والثلوج تتساقط على سطوح منازل المخيم، ارتدى الحاج إبراهيم كوفيته وذهب للصلاة في مسجد المخيم، ثم عاد إلى بيته. جلس مع أحفاده حول موقد النار وأخذوا يتحدثون. سلمى: خبرنا يا جدي عن سبب ارتدائك الكوفية. الجد: الكوفية يا سلمى رمز وطني لنضال الشعب الفلسطيني، لبسها القائد الراحل أبو عمار بشكل دائم، كما لبسها أجدادنا، لأنها رمز الوطن والفداء. مجد: كيف تفسر يا جدي تزين الشيوخ والشباب والصغار بالكوفية في المناسبات الوطنية؟ الجد: لأنها يا بني جزء أصيل من تراثنا، فهي تمثل أصالة التاريخ وأمل المستقبل. نظر مجد وسلمى إلى الكوفية وقالا: سوف نرتديها مثلك يا جدي.